ستاد اف ام ويحلى الكلام ويحلى الكلام. بونسوار سي كمال ماني معك من قدرية الحسيني عن مباشر من راديو ستاد قسم الرياضة بستاد اف ام. مرحبا بك سيدي الكريم. مرحبا بك مدام. عايشكو بك أكثر. سي كمال ماني نقدمك في كلمتين لو سمحت. Professeur principal de l'éducation physique. Vous avez poursuivi vos études supérieures en Ukraine. كيف رجعت لأرض الوطن en 2006, vous étiez le préparateur physique de Tennis Women en Sgeber. Après, en 2008, vous êtes devenu moniteur au club de tennis Hamem Sousse. Ensuite, vous avez fondu le club de tennis Mseken. Et puis, en 2011, vous étiez de retour au club de Hamem Sousse. Finalement, وليس أخيرا إن شاء الله pour vous et votre palmarès bien sûr. شغلت plutôt خدت الديريكتور تكنيك، يعني كنت مدير الدورة الدولية للتنس اللي باش نحكيو شوية عليها معك في هذا المباشر. على كل في البداية نحب نسألك تو دابور تنجمش تعطينا لي ريزولتا فينال دو تورنوا اي تي اف جونيور جراد 2 وشكون اللي تحصل على اللقب؟ ممكن ثم معناها بعض المعلومة البسيطة اللي لك حول معناها مسيرتي الدراسية والرياضية. مرحبا. درست تقريبا في جميع المستويات نتاع التدريس الابتدائي المدنيين، وبعد كي دخلت لسوسة يعني نقلة وكذا في الكوندار. أنا وبعد درست حتى في مراكز النهوض برياضة التنس، يعني ملم تقريبا المام هذه الرياضة التربية البدنية. وكنت شغلت حتى رئيس مصلحة بمندوبية سوسة معناها بعد الثورة لمدة سنتين، لكن تخليت الإدارة معناتها لأسباب منها ما هي معناها إدارية وما إن هي معناها تنظيمية. معناها ريت من المفروض إنه لابور بوزيتيف اللي نعطيه ممكن يكون سور تيران أحسن. هكذا احنا اللي يهمنا هوني هي المادة الرياضية، وعلاش ركزت لك على مسيرتك الرياضية سي كمال. سامحني اما ميساج خذ راحتك، تحب تعرف اكثر فما حتى مشكل خويا. معناها والدليل على ذلك اني رجعت للميدان وتوا مباشر للميدان، واكتيلمون يعني نستطيع بمتابعه تلاميذ شعبة الرياضة في معهد نيمار سوسة نختارهم يعني ونتابع الدراسة نتاعهم والتدريب الى اخره. معناها هذا العمل الاضافي نتاعي ولا معناتها في نادي تنس في حمص. يعطيك الصحة. الدورة نرجعوا للريزولتا فينال دو تورنوا اي تي اف جونيور جراد 2. نقولوا في إيناس كانت فازت الإنجليزية جابرييلا تايلور، هذه من بريطانيا العظمى، هذه كلاسيكية 192 هي تات سيري نمرو 7 على مواطنتها اللي هي جاسمين أشقاق بنتيجة 2-4 5-4 4-1. هنا ممكن لأحباء التنس أن يتساءلوا يقولوا شبيه النتيجة غريبة. احنا نعرفوا سات في التنس هي في جو بيها المدير الدورة ولا الدورة هذه شبيها سبيسيال نتيجة للظروف المناخية اللي كانت اثر معناتها هطول الامطار يوم الجمعة الفارط. كانت الدورة نتاعنا مازالت ما وفاتش وقتها، كانت في الستاد نتاع الديمي فينال وكي ثبت المطر وربي معناها كما نقولوا هنا جاب الخيف نافع. نتيجة تأخير المباريات ولينا نهار السبت البرمي بالطبع يعني ما حكم الدورة سي محمد مدلة بالتنسيق مع الجامعة الدولية للتنس الاي تي اف معناتها المقر نتاعها في انجلترا، والاتصال به وراسلوه رسميا انه يعمل شورت سيت يقولوا في الليمو تكنيك يعني نتاع التنس. هي سيت قصيرة صغيرة في عود 6 جو تولي 4 جو برك، وهكا معناتها نجنبوا اللاعبين هاك الارهاق البدني ونمكنوه من انهاء الدورة نتيجة إجبارية إنهائها باش يتحصلوا على النقاط اللي جاوا من أجلها في نهاية الأمر. هذه نتيجة في الإناث. معناها قلنا جابرييلا تايلور كانت فاز على مواطنتها. بالنسبة للإناث. بالنسبة للذكور كان فاز بها بولوني هو يان زيلينسكي. هو معناها حتى من جاي تسمى كان فافوري بحكم هو أحسن معناتها ترتيبا في كل المشاركين على مستوى الذكور. ترتيبه 73 عالميا. فاز على السربي معناها بيتر كونكيتش بنتيجة 4-1 4-2.
اللي فاز عليه زاد ما يبعدش عليه ياسر في الترتيب، مراد معناها مصنف 90 عالميا. معناها وهو تدفيرين نمرو 3 زاد، معناها حتى المستوى الفني نتاعو يعني ممتاز. هذا فيما يخص الفردي. والدورة كانت زادة خليلتها مباريات الزوجي. الزوجي إناث كانوا فازوا به، معناها بنت من جمهورية جنوب افريقيا مصنفة 116 عالميا، اسمها فانزول تيريزا أليسون، هذه من جنوب افريقيا، مع بنت ايطالية سيلفيا كينيلاتو مصنفة 232 دوليا معناها. والثنائي هذا كان يمثل يعني تدفيري نمرو 3، يعني التصنيف نتاعو محترم بالنسبة لبقية الكوبل يعني اللي شاركوا في الدورة في الدوبل. معناها هذا ثنائي كانت مثل في افريقيا واوروبا في نفس الوقت، يعني هذا في الدوبل اناث. باهي نتيجة 4-1 4-2 معناتها على بنتين من ايطاليا. فيما يخص زوجي ذكور كانوا فازوا به، اللي فاز بالفردي معناتها البولوني يان زيلينسكي، معاه اندري بيرو هذا مجري، والترتيب نتاعو 89 زاد، حتى الترتيب نتاعو محترم. فازوا على هو بيدو للبحر دوبلي زاد اللي في بالي بيه. ها اي هذا يان زيلينسكي البولوني ربح يعني الفردي والزوجي والدوبل، اللي تي فانكور اون سامبل اي اون دوبل، مع معناها اندري بيرو هذا من المجر. فازوا على زوز من زوز معناها شبان من كرواتيا، كرايليفيتش فيليب وبودفينسكي توميسلاف، هذوما اللي كانوا فازوا عليهم في المباراة النهائية. سي كمال، كنتش تنتظر كو لوروب دو ليست يوصل للفينال ويفوز باللقب؟ انا معناها للوهلة الاولى منذ خروج لاكسبتنس ليست يعني على الانترنت، خاطر الدورات هذه الدولية كل العملية تدور عبر الانترنت، يعني اللونجاجمون تاع الاولاد ولا البنات، طريقة المشاركة، هما الكل معناها التسجيل اونلاين يصير، يسجلوا عن طريق الانترنت. وانا كنت نتابع يعني بانتظام التغير الليسته هذه، شكون خاطر عندهم الحق يعني يجدوا لونجاجمون تاعهم بعد ما يخيط، عنده فترة زمنية يسحب التسجيل نتاعو لسبب او لاخر. معناها يحب يتراجع في القرار مثلا. هي لي ظروفه معناتها، ينجم هو لي ظروف معناها خاصه حتى صحيه معناتها صحيه ولا ينجم معناها هو حر. من الوهله الاولى كان الحضور نتاع الدول كما نقولوا البلوك است وبلدان يتسموا معناتها هذه اوروبا الشماليه، لا يتسموا مقدونيا وهذا واجوارها يعني. كانوا حاضرين بقوه، والدليل على ذلك حتى النتائج معناتها كانوا ديما موجودين وبكثافه. معناتها اذا كان ناخذوا فكره حتى على الدول المشاركه نلقاو معناها المعسكر الشرقي تقريبا، معناها بلدان البلقان معناتها موجودين. اذا كان ناخذوا معناتها هكا كما نقولوا احنا بعض الدول المشاركه، نبداو من روسيا معناتها شمالا، واحنا نازلين في مستوى اوكرانيا وجورجيا ليتوانيا موجودين، المجر كرواتيا، معناتها ديما يشاركوا بلدان اوروبا الشرقيه هكا تحب تقولوا؟ ديما يشاركوا والحضور نتاعهم معناتها ملفت على مستوى البنات، معناها موجودين ياسر، وحتى للشباب موجودين. باهي سي كمان نحب نسألك، مشاركة التوانسة كانت محتشمة نوعا ما، بيسكو لا سول تونيزيين ياسمين بن عبد الله توصل التابلو فينال وتنسحب بلوتو تنسحب في ساعة ما مباشر. شنو بور فو بلوتو شنو لي زيليمون اللي ناقصين باش نوصلوا نشوفوا التوانسة في أدوار متقدمة أكثر من هكا؟ تنجمش تقول لي خويا اوطون معناها متابع للشأن معناها ولبنياتنا معناها المستوى العالمي اللي وصلت التنس. اذا كان ناخذوا ياسمين نقولوا هي الوحيده اللي دخلت في التابلو فينال معناتها. انطلقت. ما تراش اللي حرام ما نكونوش في ادوار متقدمه اكثر؟ وشنو رايك في لي زيليمون بروموتور تنجمش تقول لي عليهم باش يولي عندنا
حظ اكثر او بروشان تورنوا في الدورات القادمه ان شاء الله يعني. والله البنيات مثلا اذا كان تاخذ عدد شاركوا في التابلو كيف تلقى 11 بنيه وفي الاخر بكل من 11 تطلع واحده كالتابلو فينال، معناها لافت للانتباه. هنا معناها اذا كان نقيموا المشاركه ونزيدوا نمشي لتابلو فينال اللي فيه 3 بنيات معناها مع بن عبد الله اللي دخلت معاهم ونقولهم ونلقاهم الكل يخرجوا معناتها بريسك من البريمي تور، معناها سي ان بو ديسوفون يعني. علاش هذايا؟ ما تراش سي كمال اللي مشاركه التوانسه كانت محتشمه نوعا ما بويسكو لا سول تونيزيان ياسمين بن عبد الله توصل التابلو فينال اي بي تخرج تو دو سويت. ما تراش اللي هذا حرام ما نكونوش في ادوار متقدمه اكثر؟ وشنو حسب رايك لي زيليمون بروموتور باش يولي عندنا حظ اوفر او بروشان تورنوا اي الدورات القادمه ان شاء الله؟ لك الخط سيدي الكريم. اوكي. فيما يخص المستوى الفني ولا معناها الخروج المبكر ممكن في مستوى التابلو فينال لبناتنا وولادنا زاد معناها على حد السواء، هو يرجع اساسا للمستوى المرتفع الفني للدوره، خاطر هي جراد 2 بعد ما نرجعوا علاش يوقع التصنيف هذا. والمستوى اخر هو قله المشاركات الدوليه، تقتصر المشاركات نتاع بنياتنا الا هنا في الدورات لا تصير في تونس ولا ما قل وندر في اوروبا، مع العلم انه قرب اوروبا لنا يمثلنا اون اوبورتونيتي معناها القرب والعلاقات. معناها المستوى الفني يقعد محصور دائما في عدد المشاركات الدوليه، خاطر يا مينيموم ويلزم ثم تدرج في المشاركات. علاش التصنيف يوقع هو نتاع الدورات هذه جراد فما من واحد. انا كنت نجا باش نسأله لك السؤال باش نقول لك شنو الفرق بين جراد 1 2 3 4 5. ما حبيتك انت تفسر لي وتوضح لي اكثر entre لي جراد هذا شنو لا ديفيرونس بيناتهم، شنو كل جراد يختص فوالا. هما لي جراد يختلفوا عاده في مستوى النقاط والناس اللي يشاركوا فيهم، خاطر كي نوزعوا مثلا ونعطي فرصة للممارسين التنس يعني لما يبداو على المستوى العالمي يبداو يشاركوا عادة ما يبداوش مباشرة بالجراد 1 ولا 2 اللي هما مستوى عالي، يبداو بالعكس يبداو بالجراد 5 جراد 4 مثلا هما عندهم دي كرواسونس معناتها من 5 واحنا هابطين. اي خاطر المصنفين اللي يشاركوا في المستوى هذا نتاع الجراد 5 مثلا يكون التصنيف نتاعهم 1500 والفي 1800 والفي معناه يبداو بعاد ما همش فنيا قويين ياسر. مع تقدمهم في السن حتى الاقل من 18 عام يبداو يتنقلوا من الجراد كيما نقولوا 5 ولا يشاركوا جراد 4 جراد 3 وقت يتحسن يوليو يمشيو يشاركوا في الجراد 2 اللي هما اقوى. باهي الجراد هذوما شنو اللي يفرقهم؟ هما النقاط مثلا اللي يفوز في جراد مثلا 2 كيما اللي عملناه في حمسوسه ولا اكتويلمون قاعد يمشي في الحمامات، الفائز ياخذ 100 نقطه مثلا، ولا خسر النهائي ياخذ 75. اذا كان نمشيو العكس ناخذ جراد 5 شو الفائز قد ياخذ مثلا للمقارنه يعني الفائز ياخذ 30 نقطه فقط، معناها من 100 نقطه الفائز ياخذها في جراد 2 كي يمشي يلعب جراد 5 ياخذ 30 نقطه برك. ومن هنا الفارق يتخلق يعني الانسان اللي يلوج عن نقاط لازم يكون زاد مستواه يسمح له بذلك، مش لمجرد البحث عن نقاط، لازم يكون فنيا قوي وعنده في جرابه يعني معناها سون فيكو يعني عنده ما يسمح له من عدد مباريات ومشاركات اللي تولي عنده الخبره معناها باش ينجم يولي يشارك في المستوى هذا في الجراد 2. معناها اذا كان تحط ناخذ مثال برك نتاع الفائز بالجراد معناتها 1 واحنا نازلين الى الجراد 5 ولا العكس نعملوها تصاعديا باش ولادنا كيما نقولوا يتبعوا. كي يبدا بالجراد 5 الفائز ياخذ 30 نقطه، في الجراد 4 ياخذ 40 نقطه برك، في الجراد 3 ياخذ 60 ارتفع ديجا المستوى يرتفع. في جراد 2 يولي ياخذ 100 نقطه الفائز في الدوره مثلا في الفردي هذا، في الجراد 1 اللي هي اقوى من 2 ياخذ 150 نقطه. وهنا الفرق معناها هيك. علاش احنا نقولوا تو حتى في الجراد 2 على مستوى هذه الدوره اللي تنظمت في حمام سوسه نقولوا يعني
معناها يلزم يجيوها ال 200 الاوائل في العالم، يعني مصنفين بالكدا بالكدا معناها. سؤال اخر نسأله لك سي كمال مامي، بما انك مسؤول في الكرة الصفراء، كيفاش تشوف مستقبل كرة المضرب في تونس؟ والله مستقبل احنا لا نفتقد لا كما نقولوها لا للمكونين، لا الاطار الفني، لا الاطار الطبي، لا الاطار معناتها من معدين معناها بدنيين. المشكل يقعد ديما في التنس، هي رياضه فرديه ورياضه تعتمد اكثر على مجهود معناتها لي بارون، خاطر سي ان انفستيسمون. ولما تعمل تنس معناها يلزم في وقت معين يختار يا تنس يا قرايه. واحنا عاده من الاولياء معناتها يمشي يقول لك انا ولدي قرايته ابجل، وهنا يقعد يشارك حكا وبرا يعني بور لو بليزير. لكن في مستوى هذايا باش يبلغ مستوى عالي فني وباش يشارك في الدورات الدوليه لازم يتنقل. اذا كان مش يتنقل مش يكون على حساب قرايته. الناس هذوما اللي جاوا نحن مثلا اغلبيتهم فيهم عدد معناها لاباس به معناها يقرا اونلاين، لانه الجامعه الدوليه للتنس عامله معناتها هذا جونيور تنس سكول اسمها، والناس تقرا وهما يتنقلوا خلال الدورات يتلقوا دروس. وفي بعض الاماكن وين تصير دورات يتلقوا بهم اساتذه ويعديوا لهم معناها وقرايتهم تبدا ماشيه يعني، لكن باللغه الانجليزيه. معناها لازم انسان داخل في المنظومه هذه يكون يحذق اللغه الانجليزيه. La langue internationale déjà. Si quand même les résultats de ce tournoi يدخلوا في تغيير le top 100 mondial c'est sûr. سؤال في نفس السياق، اسكو اللي وصلوا للنهائيات وسورتو اللي فازوا باللقب ينجموا نراوهم في لي غران شلام كيما رولان غاروس اللي مازالت لها بريسك 3 موا او غران ماكس؟ هذا مش مستبعد. علاش؟ معناها اذا كان ناخذوا مثال معناها نكونوا براتيك، معناها ناخذوا مثال حي. هذا يان زيلينسكي اللي فاز بالنهائي فردي وزوجي. اكتويلمون هو الترتيب نتاعو معناها الحالي معناها الترتيب نتاعو 73 يعني، ومع مشاركته وفوزه معناها بالدورة حمام سوسة معناها مش يزيد يتحسن في الترتيب. وتحسنه في الترتيب من بعد يوفر له فرصة انه يشارك في البري كاليف نتاع لي جران شلام اللي هما رولان غاروس ولا وامبلدون ولا يو اس اي اوبن ولا فهمتني ولا دورة استراليا المفتوحة. الترتيب نتاعو يحسنوا بالنوع هذا نتاع الدورات اللي يخول له في مرحلة أخرى المشاركة في البري كاليف نتاع الدورات الكبرى. وإذا كان يوصل في الدورات الكبرى هذه في البري كاليف باش يدخل للتابلو فينال، هو مجرد دخوله للتابلو فينال في جران شلام يعني يسمى اكسبلوا كبير ياسر. معناتها ما نستغربوش انه في وقت معين النجم نشوفوا بنيات ولا وليدات معناها لعبوا في حمام سوسة على مستوى دولي يلعبوا، معناها هذا مش مستبعد. معناتها نجم نشوفوهم في رولان غاروس هذه 2014 وارد جدا، خاطر هنا كل جوار والاتجاه نتاعو. فما دي جوار يختاروا اللعب اكثر على معناتها الاراضي معناتها كيما الترابيه كيما نقولوا رولان غاروس على الترباتو. انا ديما يبداو يدوروا لوجوا لي تورنوا اللي على الترباتو اكثر، وهو اختصاص اسباني اكثريه معناتها لي اسبانيول يخدموا ياسر على الترباتو. لكن هذا ما يمنعش حتى بلدان البلقان زاد يخدموا عليهم لي ترباتو معناتها. فهمتك سي كمال. نخلي لك توا كلمه الاختتام سي كمال، وتشرفت باجراء هذا اللقاء معك مباشره. والله كانت فرصه معناتها باهيه، لانه رياضه التنس مش واخذه حظها معناها كما يجب، وقاعدة ديما معناها يلبسوا فيها في كسوة غير كسوتها هي نتاع الناس الهاي وناس كذا، لكن في مستوى معين تنجم تكون شعبية على الأقل في مستوى ترفيه الصغيرات. وأكيد معناتها قد ما تكون رياضة فولغاريزي يعني ونعطيو فرصة لأكثر صغار أكيد مش نخلقوا أبطال يعني. وتولي أقرب للجمهور للفئات الكل من المجتمع، علاش لا يصير؟ أكيد. باهي بارك الله فيك سي كمال لقبول إجراء هذه المكالمة الهاتفية على المباشر. ان شاء الله بالطبيعه، وربي يعينكم ان شاء الله. لقاءاتنا تتواصلوا وتمدونا بالمعلومه اللي تفيد المستمع الكريم.
واحنا كاعلام نعرفوا اكثر بكواليس قطاع كرة المضرب ونواكبوا كل جديد على الساحة، وهذا من مشمولات مسؤولية استاد FM ويحلى الكلام.